السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. فأول حاجة نهنئ المنتخب المغربي كل مكونات ديالو على هذا التأهل التاريخي إلى نهائي كأس العرب، وأولهم المدرب طارق اسكيتيوي. ومن خير الصدف وأنه آخر لاعب كان سجل في منتخب الإمارات هو طارق اسكيتيوي في مباراة ودية كانت جمعت ما بين المنتخب المغربي والإمارات سنة 2001. حينها كان المنتخب المغربي فاز ب1-0. اليوم طارق اسكيتيوي يكتب فصلا جديدا من أمجاد الرياضة المغربية بتأهل تاريخي إلى نهائي كأس العرب. فالنهار ديال اليوم فغيبقى محفور في ذاكرة كل ما هو مغربي. علاش؟ لأنه هذا الجيل غادي يقول داز واحد المدرب رائع، مدرب للأرقام تتحدث عنه بالتفصيل، وهذا المدرب اسمه طارق اسكيتيوي. فالحمد لله ملي كتشوف هاد الأرقام حققها هذا المدرب مع المنتخبات الوطنية وفيما حطيتيه كيحك المنتخبات، فترفع لك القبعة السيد طارق اسكيتيوي من هذا المنبر، علما لأنه منتخب الإمارات كان قد أزاح منتخب الجزائر اللي كان توج بالنسخة الماضية من دور الربع النهائي. وباش تجي وتفوز على منتخب الإمارات كمدرب وكذلك كلاعب، فترفع لك القبعة السيد طارق اسكيتيوي. إذا من خلال هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرف معكم على الخصم ديالنا في دور النهائي. غادي نعطيكم الموعد، التوقيت، وكذلك القنوات الناقلة، ثم كيفاش كانت ردة الفعل ديال المدرب أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات في الندوة الصحفية بعد الهزيمة. غادي نعطيكم تحليل شامل بعد هذا الانتصار والتأهل التاريخي إلى نهائي كأس العرب. فالسلام عليكم مجددا، تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. فهذا عبد السلام الحجوي يحييكم. فكنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو فما تبخلوش علينا بواحد لايك، اشتركوا باش يوصلكم كل جديد. وطبعا اليوم الحلقه فغتكون استثنائيه بتأهل تاريخي الى نهائي كأس العرب. شنو كيعني؟ خطيبه ان شاء الله، وغنتوجوا باللقب الثاني في المسيره ديالنا بعد اول لقب كان قد حققه المنتخب المغربي سنه 2012. اليوم عندنا كل الامكانيات، فعلى ما بغيناش نتوجوا بالبطوله. اذا اول حاجه فالخصم ديالنا في دور النهائي غيكون اما السعوديه او منتخب الاردن. هذه المباراه غتلعب اليوم بدءا من الساعه 6 مساء بالتوقيت المغربي، وبالتالي الخصم ديالنا ربما غادي يكون السعوديه ولا الاردن، حينها انه السعوديه جات معنا في نفس المجموعه وكنا فزنا عليها، ولكن الاردن راه كيقدم مستويات رائعه مع مدرب وطني اللي هو جمال السلامي. فطبعا سكيتيوي بعد التاهل ديالو فقال لهم كنتمنى نلعب مع جمال السلامي لتاكيد صحوه الكره المغربيه. فتخيل معايا نشوفوا جمال السلامي كمدرب للأردن في النهائي وكذلك كطارق اسكيتيوي. فبالتالي ملي غنشوفوا نهائي خالص مغاربي فكونوا اكيدين على انه كل الانظار سوف تتجه الى نهائي كأس العرب، وكل الانظار فغادي يهضروا على هذه الصحوه ديال منتخب اردن بقياده مدرب وطني ومدرب مغربي بقياده منتخب المغرب. فالحمد لله اليوم كرة القدم المغربية يمكن لأنه كتعطينا واحد الوجه حقيقي بالنسبة للمنتخبات كيف ما كان النوع ديالها، فالحمد لله. فطبعا اليوم وكتحليل فني بعد هذا الانتصار، وأنه المدرب طارق اسكيتيوي نهج واحد نهج تكتيكي اللي كان كيعتمد على نفس النهج في المباريات السابقة، فبالتالي لعب بنظام كلاسيكي. بالنسبة للمحور ديال الدفاع فهناك مساوي
كذلك سعدان، وكذلك البوفتيني، وكذلك كظهير ايمن اللي هو بلكسوت. اعتمد على نفس التشكيل على المحتوى على المستوى ديال وسط الميدان، في وجود حريمات انس باش وكذلك اسامه طنان، ولعب كذلك بالبركاوي وكذلك بزحزوح، ثم لعب كوليد ازارو كراس حربه. فخليني ناكد لك واحد الحاجه مهمه جدا، وانه المنظومه الدفاعيه ديال المنتخب كتعتبر من بين افضل المنظومه حتى الان في كاس العرب في وجود هاد اللاعبين هذا. فتخيل معايا، لا الموساوي ولا كذلك بولكسوت فكيقوموا بواحد الدور رائع جدا في التقدم وكذلك المسانده. زيد على ذلك وانه حتى المدرب طارق اسكيتيوي فدار واحد الذكاء رائع جدا، خاصه ملي قحم انس الباش حدا حريمات. فكنشوفوا ملي كنفقدوا الكره كنشوفوا لا حريمات ولا كذلك انس الباش كيراجعوا من اجل الدفاع ومن اجل كذلك الزياده العدديه على المستوى المنظومه الدفاعيه. فبالتالي اليوم شفنا تفوق كبير على المستوى ديال الخط الوسط، قطع الكرات من طرف اللاعب حريمات انس الباش وكذلك اسامه طنان. شفنا تنويع اللعب من طرف الجناح الايسر ولا كذلك الجناح الايمن. شفنا ضغط على حامل الكره. منتخب كان رائع في جميع المراكز، لا من السرعه لا من المهاره لا كذلك على المستوى ديال الاختراق. وبالتالي منتخب اليوم بعد الفوز ديالو على منتخب الامارات فجاء نتيجه عمل، نتيجه مجهود كبير قاموا به اللاعبين منذ الدقائق الاولى. فبالتالي المدرب طارق اسكيتيوي فرض الاسلوب اللعب ديالو منذ البدايه، ويمكن لانه بعد تسجيل ديالنا الهدف الاول فطبعا عن طريق كريم بركاوي فخرج منتخب ديال الامارات يلعب الكره، وبالتالي خواو لينا هذيك المساحات، وبالتالي كنا خطيرين وكنا قدرنا على اننا ننهيو الشوط الاول باكثر من نتيجه ديال 1-0. على العموم الشوط الثاني طارق اسكيتيوي اكد الهيمنه ديالو من جديد، وبالتالي اكد على انه المنتخب يستحق يمر الى الدور النهائي من بطوله كاس العرب. فالحمد لله طارق اسكيتيوي مدرب تكتيكي بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فالقراءه ديالو الفنيه ديال اليوم فكانت من محلها، كان عارف لانه غادي يواجه منتخب قوي، منتخب اللي ازاح منتخب الجزائر اللي كان توج باخر نسخه سنه 2021. ولكن مع المغاربه صعيب لانك تقرا المفهوم ديالهم، خاصه وانه من الجانب التقني ديال المدربات طارق اسكيتيوي فقدر لانه تغلب على بزاف ديال المعطيات اللي كانت سلبيه في المباريات السابقه، خاصه في المباريات ديال دور المجموعات. فطبعا مدرب منتخب الامارات اولاريو كوزمين ماذا قال في الندوه الصحفيه؟ كيفاش كانت ردة الفعل ديال هذا المدرب؟ نتابع معكم. اذا قال: اهنئ منتخب المغرب على هذا الفوز والتأهل الى نهائي كأس العرب. طبعا انها خيبة امل كبيرة لنا ولجماهيرنا، كنا نأمل في الذهاب الى النهائي لكن اصطدمنا بمنتخب قوي ومرشح منذ البداية للتتويج باللقب. انا فخور بما قدموه لاعبي، اشكر الجماهير الاماراتية على الدعم واعتذر لهم جميعا، سنكون اقوى في الاستحقاقات المقبلة. اذا اليوم المغرب كيأكد الهيمنة ديالو على المنتخبات العربية، على المنتخبات الخليجية، وبالتالي المرور ديالو الى الدور النهائي فكان عن عمل، خدمة دارها المدرب بهذه الوليدات اللي عنده بهذه المجموعة. فقدرنا اليوم ندخلوا التاريخ من اوسع الابواب ديالو، خاصة بعد الانتقادات التي كانت وجهت للمدرب طارق اسكيتيوي حين تعادل منتخب المغرب مع عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات. فكان دخل الشك، قلنا ويلي واش هذا المنتخب هو اللي غيتوج بالبطولة؟ لكن بعد مرور المباريات، الفوز على السعودية، الفوز على سوريا، واليوم الفوز على منتخب الامارات، فبان لنا على انه كاين شي حاجة على ما بغيناش نحققوها. اليوم اللقب ان شاء الله اصبح هاجس كل المغاربه، فهذه هي الفرصه باش على انه نتوجوا بهذه البطوله
بعد غياب ديال 13 سنه. اليوم المنتخب المغربي كنواعدكم على انه المباراه ديال النهائي فغينسى جميع المباريات السابقه، وانتم كتعرفوا المباراه النهائيه تربح ولا تلعب. اللي لعب شحال هذه. الحمد لله تاكدنا على انه هذه المجموعه اللي كيتوفر عليها المنتخب المغربي اليوم فهي مجموعه اليوم طارق اسكيتيوي شنو بعث لينا؟ بعث لينا رساله واضحه مفادها لانه المنتخب جا لقطر من اجل التتويج باللقب، وهذا الشيء الحمد لله اللي حصل بفضل العزيمه، الاراده، الطموح ديال اللاعبين، كذلك المسؤولين ديال المنتخب، وحتى كل المكونات ديال المسؤولين ديال الجامعه اللي وفروا كل الظروف وكل الامكانيات باش المنتخب يدير واحد الانجاز تاريخي جديد بالنسبه لكاس العرب. فالحمد لله، وكمغربي ما يمكن لي الا نكون مفتخر بهذه الانجازات اللي حققتها اليوم كره القدم المغربيه، اللي اصبحت رقم صعب جدا للمنتخبات الاخرى. فالشكر موصول كل المشاهدين. هذا عبد السلام الحجوي يحييكم، غادي نلتقى ان شاء الله بكم في حلقه اخرى تخص اخبار منتخباتنا الوطنيه.